السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. يعني غندير طاجين كفته، وها نتوما معايا شوفوا المقادير. غندير شويه الملح، ادي الخرطوم كما كتشوفوا ها هو، شويه البزار، شويه التحميره، الهريسه انا كيعجبني فيها الحار. هانتوما كما كتشوفوا درت معلقه، وهانتوما كما تشوفوا هذا راه غير الخبز انا ميبساه وطحناه بيدي وانا مصاوبه. راه فيه واحد النكهه زوينه، دايره فيه شويه الزيت الحار والزعيطره، راه شهيتكم فيه واحد الريحه ما شاء الله. ديك الزعيطره تتعطي فيه واحد الريحه زوينه. هي غادي نديرو واحد 2 معالق في الكفته. راه بالنسبه لهذا الخبز كيعطي الكفته واحد النكهه زوينه وواحد المذاق. راه هذا هو السر ديالها، باش الا بغيتو ديروها تطلع لكم زوينه وفي واحد المذاق زوين. وملي كتكوروا الكفته تيخليها مجموعه وقاصحه. راه ما نعاودش لكم، راه تيعطي واحد المذاق خطر. ها نتوما اللي ما كيصاوبوش تقدروا غير تقطعوا الخبز اللي كيشيط لكم وتيبسوه في الفران وطحنوه، ديروا فيه شويه الزيت الحار، حيت داك الزيت الحار كيعطيه واحد النكهه زوينه. واللي عندكم الزعيطره ولا الزعتر ولا كتحكوا فيه راه كيجي واحد المذاق يا سلام فيه. وغنزيد معكم الزيت، زيت زيتون. ما كنديرش زيت المائده، انا كنكتفي بزيت الزيتون. ودابا غنخدموا بيدينا، غنخلطوها ان شاء الله ونكور. وانتم معايا ان شاء الله على البيض الطاجين وشوفوا كيفاش جا ان شاء الله. هي دابا خلطتها، ومن بعد على حسب التقوى راه كله كيف تبارك الله. العائلات المغربيات كاع تعرفوا يكوروا الكفته، كتمشيو عليها بحال ما هكا وتكوروا وديروها في شي طبيسيل، ومن بعد راه واحد كيسدفها في الطاجين. وانتم معايا ان شاء الله. دابا بالنسبه للطاجين ديالي اللي غندير ان شاء الله بالكفته، انا قطعت 2 بصلات مطيشه، شويه القزبر ومعدنوس. دابا غندير الزيت والبوطه راه جا شاعلاها. انا ما كنعبر لا بعاشق لا بوالو، عيني ميزاني. غندير شويه الملوين ضروري، غندير الملحه، شويه البزار. بالنسبه للعطريه انا غنكتفي بها كامله بحال من الطاجين باللحم. شويه الخرطوم، غنزيد شويه الهريسه من هنا مع البصله ومطيشه. معنا كتعجبني الكفته تكون فيها المذاق ديال الحروف شويه. ودابا غنخليها البصله ومطيشه وشويه الربيع بحال ما بغيتو يتشحروا، وعاد نبقي عليهم الكفته ان شاء الله. وهانتوما معايا. ايوا دابا غنقلب البصله ديالها نشوفها كيفاش واش نزلات. هاهي تبارك الله البصله نزلات. دابا غنسكت الكفته. هاهي الكفته كما كتشوفوا كورتها، ودابا غنسكتها في الطاجين. بسم الله. غنزيد على شويه الزبيبه من الفوق، ونزيد شويه الحار حتى هو. وان شاء الله نغطي على الطاجين ديالي يطيب، وملي يطيب ان شاء الله غنرجع معكم الشكل النهائي ديالو. انا رجعت معكم من بعد الطاجين ديالي طاب تبارك الله واش على هذا الشكل. كنقدموا لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. بارطاجيو ليا الفيديو وديروا ليا لايك. الله يجازيكم بخير وعاونوني، راني كندير محتوى نقي ومحتوى زوين
ها انتم كما كتشوفوا الطاجين ديالي جا على هذا الشكل. وان شاء الله تابعوني وديروا لي لايك وتابعوني على خير الفيديو القادم ان شاء الله.